هو حصل بقى حمل على زياده الوزن، فوصلت دلوقتي في مرحله يعني بعدين هي شويه بتقول مش شرط كتير، اعتقد الشرط دي اللي هي اه الستريتش ماركس اللي اللي هي بتيجي مع الاسترتش الحمل، مارك. وممكن يكون سيلوليت بقى كمان، يعني اكيد بالظبط السيلوليت مع ده مع ده. بالظبط. طيب نشوف شفط الدهون، تمام. ونشوف ازاي بيتم شفط الدهون، ولان في ناس كتير لغايه دلوقتي برضو عندها فوبيا من موضوع شفط الدهون. اشفط الدهون، لا ده بيحصل مشاكل، لا ده اصل البنج، لا ده ما اعرفش ايه. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ازاي بيتم شفط الدهون الامن تماما 100%. وكمان حضرتك تشرح لنا عليه. يلا نسمع، شغل لنا الفيديو وتقول لنا برضو بيتم طيب ازاي يعني. هو طبعا احنا لما بنتكلم على شفط الدهون النهارده الموضوع بقى مختلف عن زمان كتير، لان شفط الدهون النهارده بيتعمل ببنج موضعي. ده اللايبوليزر صح؟ ده اللي هو ما يسمى باللايبوليزر، بيتعمل ببنج موضعي، ما فيش إقامة في المستشفى. ايوه. الموضوع بقى ياخد حوالي 40 دقيقة لأي منطقة في جسمنا. يعني ده بيتم في العياده يا دكتور اشرف؟ ده بيتم في العيادة أو في مكان في سايكل تعقيم في معقيم. المركز في العيادة، مش بالضرورة يكون في مستشفى كبيرة، لأن الموضوع دلوقتي بقى بنسميه حاجة شبه جراحية ولمدة عدد ساعات محدودة. طيب. طبعا عادة احنا بنبقى محتاجين الناس تفهم انه شفط الدهون ده لما بيتعمل بعد تحديد المكان المراد. يعني ده الفيديو بيوضح في مكان منطقة البطن تحديدا. البطن بعد ما بيتم تحديد المكان اللي احنا عايزين نشتغل فيه، دي سرنجة رفيعة زي ما احنا شايفين. هي الناس يعني قبل كده شافوا الفيديو معايا اصحابي قالوا لي كل دي سرنجه، طبعا مش متخيلين ان هي هي كده يعني شبه معموله بالجرافيك. دلوقتي بس هي بالظبط. ما بتبقاش زي ما انتم شايفينها قوي كده. لا هي بتبقى سرنجة فعلا، يعني هو بيبقى القطر بتاعها قد قطر بس السرنجة او رفيع، اكبر سنة يعني مش دي صغيرة. اللي بتدخل يعني بالظبط. حاجة صغيرة جدا. ولو تلاحظي الوميض اللي في اخر النور ده اللي بينور بالظبط اللي في اخر السرنجة، هو ده الشعاع بتاع الليزر اللي بيحول الكتل الصلبة بتاعة الدهون من صورة صلبة لصورة سائلة او شبه سائلة. وده مش الليزر اللي بنعمل بيه وشنا ولا الليزر اللي بيشيل الشعر، ده نوع معين من الليزر اللي بيفتت الدهون. بالظبط، ده ليزر آمن جدا جدا في استخدامه. تأثيره على طبقات الدهون ان هو بيحولها من الصورة الصلبة للصورة السائلة. دي الدهون اللي بتبقى جوه البطن؟ دي التكتلات الدهنية. ده قطاع عرضي كده بيوضح الدهون اللي موجودة في منطقة البطن أو في أي مكان في جسمنا طبعا. زي ما انتم شايفين دلوقتي اللي هو النبضات بتاعة الليزر دي هي داخلة مقربة من الخلايا بتاعة الدهون بتكسرها، وفي سائل دهني دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو مكان التكتلات الصلبة اللي موجودة. بس قد كده عنده القدرة لتدويب الدهون، اكن بالظبط حاطينها على النار بالظبط. يعني قد كده الليزر ده عنده القدرة ان الدهون دي بتبقى عنيدة جدا، عارفة بتقعد سنين بال10 سنين و20 سنة لغاية ما تبقى زي جدار عازل. بالظبط. مهما عملنا دايت ما بتنزلش. هي طبعا الصعوبة بان احنا لما بنأثر على الدهون دي بالأجهزة العادية زي ما كنا بنقول اللي هي المدارس الأقدم شوية، كنا بنأثر عليها من فوق سطح الجسم أو من فوق الجلد. دلوقتي احنا لا بنقدر ندخل داخل الطبقة الدهنية فعليا. والعوازل دي اللي بتسيح دي ملهاش تأثير؟ دي ايه اللي في البطن اطلاقا بقى؟ دي شوية زي ما بنقول تليفات أنسجة، بيحصل فيها تليفات بين الطبقات بتاعة الدهون، وبالتالي كأنها بتبقى حويصلات دهنية بتحافظ على المحتوى الدهني بتاعها أكتر. تمام. طبعا دي ما بتفرقش معانا احنا لما بنكون بنعمل تفتيت او شفط للدهون الموضعي بالليزر كده. ده اهو زي ما كنت بقول لحضرتك ده السائل الدهني. ده خلاص كده الدهون كلها بتدوب بالظبط، وبتبقى عامله زي الميه او الزيت كده، وبتبقى عامله زي شبه زيت بالظبط، وبتنزل الطبقات الاعلى بتنزل تحت، لان احنا دايما في ميزه هنا في شفط الدهون بالليزر ان احنا دايما بنستهدف الطبقات الاعمق من الدهون اللي بقى لها فترات زمنيه اكتر، مش لان مهما عملنا جلسات وبس. على البطن من بره يعني بتدوب القشره الخارجيه شويه بالزبط. لكن اللي جوه خالص دي اللي عند جدار المعده بقى ما والكده بنقدرش نوصل لها، استحاله حد يوصل لها باي جلسات واي حاجه اعتقد بالزبط. يعني ده غير ان هي كمان بيبقى ليها مقاومه اعلى، لان هي بقت بيعتبرها الجسم مخزون استراتيجي او بيحافظ عليها. بيمنع تكسيرها اكتر بكتير من الطبقات السطحيه.
طيب تمام. طبعا يعني الفيديو ده احنا بنوري، هو طبعا ماشي ببطء شويه. الموضوع زي ما قلنا بياخد حوالي 40 دقيقه وقت، زي ما قلنا برضو بيبقى يعني في الجلسه كلها 40 دقيقه، حوالي 40 دقيقه وقت. كده خلاص الدهون ساحت كلها بالظبط. وبتطلع بقى تاني بالسرنجه. احنا موصلين السرنجه دي بجهاز اسمه جهاز الشفط. بعد ما عملنا النص الاولاني من الموضوع بيبتدي الجهاز الشفط ده يخرج السائل الدهني بره الجسم تماما. طب حضرتك بتعرف بقى ازاي ان خلاص الدهون كلها خلصت؟ هل بتعمل سونار اثناء شفط الدهون؟ هل في تقنيه معينه ازاي؟ يعني انا مثلا لو رحت عملت الجلسه، بتكلم عن ناس كتير يعني بتتخيل، انا بتخيل معاهم. لو رحت عملت الجلسه ممكن بعد كده لا دكتور كمان، يعني احنا عندنا دايما كرمه في كل حاجه، حتى في الشفط عايزين نقعد ساعتين نشفط. فهل يعني حضرتك اللي عندك السنس لا كده كفايه؟ يعني هل بتمشي ورا دماغ المريض او اللي عايز يخس، ولا في يعني فكر معين او مدرسه معينه او محاذير معينه برضو للشفط؟ بالظبط يا ايمن، زي ما انت قلتي كده، احنا بنبقى في عندنا مقاييس معينه، جزء منها مسؤول عنها الطبيب وجزء منها مسؤول عنها الحاله. الحقيقه يعني الدكتور والحاله الاثنين بيبقوا عايزين يجيبوا احسن نتيجه ممكنه. بالظبط. يعني ما يتخيلش المريض ان هو الدكتور عايز يوفر شويه في لا خالص، هو ما فيهاش اي نوع من انواع التوفير. بس احنا في عندنا شويه داتا كده لما بتحصل بنبتدي نفهم ان احنا تقريبا وصلنا لاحسن حد ممكن. تمام. الجهاز بتاع الليزر هو بيدوب اي طبقه دهون قدامه، انما بيبقى في بعض الاجسام، ودي حاجه نسبيه شويه بتختلف من حد للتاني، بتبقى كريمه قوي في 70% من الدهون، وال 30% الثانيه لابد ان احنا نفضل محافظين عليها علشان نقدر نحافظ على زي ما كنا بنقول في البدايه الكونتور اللي هو الملمس الخارجي للجسم. نعم. الدهون دي هي اللي بتدي النعومه او بتدي الطريان بتاع الجسم في الاخر، ودي حاجه صغيره جدا لازم نبقى عارفينها. طيب معانا تليفون. الو.